كل شم نسيم وانتوا طيبين. النهارده انا مش لوحدي، النهارده في ناس هتساعدني، وقبل ما اقول لكم مين وانا رشا مجاهد. فاكرين اليوم ده لما رحنا دار ايتام وعملنا رز بلبن للولاد هناك؟ من ساعتها وانا حبيتهم قوي وما قدرتش انساهم، وقررت استضيفهم النهارده في البيت بمناسبه شم النسيم عشان نفرحهم ونتغدى سوا. مين فيكم بيعرف يسلق بيض؟ قولي لي بقى هنعمل ايه؟ اول حاجه بنحط البيض في الحله. يلا نحط البيض في الحله. هنحط البيض في الحله وبعدين نعمل ايه؟ بعدين بنحطه في ميه مغليه. هنحط عليه ميه وبعدين نحطه على النار، ونحط كمان معلقه خل او ملح. ليه بقى الخل؟ عشان ما يتكسرش. تمام، يلا بينا. ده كده يا ولاد البيض بعد ما سلقناه وغسلناه ونشفناه عشان نحطه في الالوان، ودي الالوان عشان هنحطها فيها دلوقتي. يلا حطوا بقى بس بالراحه بالراحه قوي. خليها بس شويه، حوالي 5 دقايق كده. ايه اكتر لون بقى بتحبوه؟ انا ابيض. ابيض، اصفر، اصفر واحمر. مين خلص طبقه وتاني زي ايمن؟ والله برافو عليكي. الحمد لله اليوم كان حلو قوي، رسمنا وكلنا واتبسطنا ولعبنا، وزي كل مره كنت متخيله ان انا اللي هبسطهم، بلاقيهم هم اللي بيبسطوني. دوروا على اقرب دار ايتام ليكم، وخلي دايما في تواصل بينكم وبينهم، عشان صدقوني احنا اللي محتاجينهم مش هم اللي محتاجين لنا. اشوفكم على خير في لقمة خير.